المصري بيطلب رسميا من الاتحاد الافريقي ان هو يعيد مباراته مع شباب بلوزداد لوجود خطأ فني تم ارتكابه من قبل حكم اللقاء. طبعا هنا الخطأ الفني للمصري بيتكلم عليه اللي هو حصول لاعب نادي شباب بلوزداد على انذارين ولم يتم طرده. اذا صح القول ده هيتم اعادة المباراة، لكن للاسف القول ده غير صحيح. ليه؟ هقول لك دلوقتي حالا. جابر كايساس اللي بيطالب النادي المصري ان هو كان يطرد من هذه اللقاء ما خدش غير انذار واحد. الانذار حصل عليه في الدقيقه 89، لطفي بوشوار في الدقيقه 90 وعبد الملك قلاش في الدقيقه 9 من الوقت بدل من ضايع. ده الانذارات اللي تم احتسابها ضد لاعبي شباب بلوزداد. الخلط اللي موجود هنا عند النادي المصري ومسؤوليه في الانذار جابر كيساس ولطفي بوشوار، هو اللي خد انذار مش جابر، وبالتالي قرار حكم اللقاء باستمرار جابر قبل استبداله في نهاية المباراة هو قرار سليم، ومفيش حالة هنا تستوجب إعادة اللقاء زي ما جماهير النادي المصري وأعضاء مجلس الإدارة بيطالبوا.